هو حرب اكتوبر مصر انتصرت فيها ولا اتهزمت؟ لان الفتره الاخيره في حملات اعلاميه بتتكلم ان مصر خسرت حرب اكتوبر واسرائيل هي اللي انتصرت، وبياكدوا في كلامهم على كلام الفريق سعد الدين الشاذلي الخاص بثغره الدفرسوار، وفي كمان اللي بيقول لك ان في البدايه كان نصر وفي الاخر كان هزيمه. فاحنا في الحلقه دي هنتكلم عن الموضوع ده كله، وهنتعرف على كل حاجه عن حرب اكتوبر وهلخصها لك في اقل وقت ممكن. فهنتعرف على كل ده بس بعد الفاصل. بعد نكسة 67 حصلت عمليات الاستنزاف للقوات الخاصة المصرية ضد إسرائيل، وحصل خسائر كبيرة لإسرائيل. الخسائر دي رجعت للجيش المصري ثقته مرة تانية في نفسه، وفي نفس الوقت الجيش المصري وهو شغال على عمليات الاستنزاف كان بيبني حائط الصواريخ اللي هيدافع عن مصر من الغارات الإسرائيلية. حائط الصواريخ ده اللي هيخلي الجيش المصري بدون خسائر أو أقل خسائر ممكنة. فكده الجيش المصري لخم إسرائيل في عمليات الاستنزاف، ومن الناحية التانية بيأهل نفسه للحرب. فمصر قعدت 5 سنين بتجهز نفسها على كل المستويات، سواء التسليحي أو التدريبي أو الاستراتيجي، في توفير الاحتياجات للحرب. طب عاوزين نتعرف على اول حاجه في خطه الحرب اللي وضعتها مصر. اول حاجه كانت الخداع الاستراتيجي، وده اللي اسسه الرئيس انور السادات في مقر جهاز المخابرات العامه المصريه. وده كان جزئين. الجزء الاول كانوا العملاء بيتعاملوا مع جهاز المخابرات العامه المصريه زي رأفت الهجان واشرف مروان وغيرهم، واللي كان عن طريقهم بيوصلوا معلومات مضلله للصهاينه. الجزء الثاني مهم جدا، وهو شغل المخابرات العامه على الشائعات. يعني يقولوا ان مصر مش هتقدر تحارب، وان مخزون القمح غرق، ودي بالمناسبه كان هدفها ان مصر تستورد مخزون اضافي من القمح علشان يكون نفسنا طول في الحرب لاطول فتره ممكنه. واشاعات تانية زي مرض التيتانوس، وترتب على كده ان مصر خلت الدكتور يقول ان مرض التيتانوس انتشر في مستشفيات كتير، فترتب على كده ان المستشفيات تم اخلاءها. وطبعا الهدف من كده ان مصر بتجهز اكبر كم من المستشفيات لمصابين الحرب، وغير كمان نقل ورش اصلاح الدبابات عند قناه السويس، والدبابه اللي كانت بتروح بتتصلح ما كانتش بترجع تاني. وده كان هدفه حشد اكبر عدد من الدبابات بطريقه سريه، وده طبعا علشان ما يلفتش الانظار لاسرائيل. وكمان اشاعه زي القطع البحريه اللي راحت باكستان تعمل صيانه، وبعد كده رجعت على دوله الصومال عشان اول ما تبدا الحرب القطع البحريه دي تقف عند باب المندب عشان تقفله مع بدايه اول ضربه في الحرب. واشاعه تانية زي ان مصر اتعاقدت مع المانيا عشان يشتروا مضخات مياه عملاقه بحجه الزراعه، والهدف الحقيقي كان ان مضخات المياه دي هي اللي هتدمر خط بارليف. وفي حاجه كمان استخدمها الجيش المصري في الحرب وهي الشفره النوبيه. طب ايه موضوع الشفره النوبيه ده؟ شوف يا سيدي، مصر كانت محتاجه شفره سريه في الحرب، لان المخابرات الاسرائيليه في الوقت ده كانت بتحل كل الشفرات بتاعتنا. ولحسن الحظ كان في عسكري مصري اسمه احمد ادريس سمع 2 من القيادات المصريه بيتكلموا على موضوع الشفره ده وهو سايق لهم العربيه. فالعسكري استأذن بالكلام وعرض عليهم انهم عندهم في النوبه بيتكلموا لغه مش مكتوبه، اللغه دي بتتنطق بس مش بتتكتب، فصعب ان حد يفهمها. فالقيادات المصريه انبهروا جدا ووصلوا الكلام ده لرئيس السادات عشان السادات يطلب يقابل العسكري ده بنفسه. فالعسكري قابل رئيس السادات وكلمه عن اللغه دي، وقال له ان اي حد بره النوبه مش هيفهم اللغه دي. رد عليه السادات وقال له احنا لسه هنتعلم اللغه النوبيه دي. فقالوا العسكري احمد ادريس ان في عدد كبير من حرس الحدود النوبيين زيه وبيتكلموها كويس. وبالفعل الجيش المصري جمع كل العساكر النوبيين، وعن طريقهم تم استخدام الشفره النوبيه اللي بمجرد ما المخابرات الاسرائيليه سمعتها ما كانتش فاهمه منها اي حاجه. ده حتى من كتر تفاجؤ اسرائيل من الشفره النوبيه دي سموها شفره شياطين النيل، وفضل الجيش المصري بيستخدمها لحد سنه 94. وكان في مشكله ثانيه وهي وقود الصواريخ، واللي حصلت بعد ما رئيس السادات 3 خبراء السوفيت من مصر. بالمناسبه القصه دي حلوه، لو حاببنا نتكلم عنها ممكن حضرتك تعرفنا في التعليق. المهم بعد طردهم فالاتحاد السوفيتي حرم مصر من وقود الصواريخ، يعني مصر لو عندها صواريخ فمصر مش هتقدر تضربها ولا تحركها علشان ما فيش وقود الصواريخ. فالقيادات المصريه اتواصلت مع الدكتور محمود يوسف سعاده وبعتت له عينه وقود، والمطلوب منه انه يخترع عينه وقود زيها بالظبط في اسرع وقت ممكن وبكميات كبيره. لكن الانجاز هنا ان خلال 6 شهور قدروا انهم يخترعوا الوقود اللي محتكراه دوله عظمى زي الاتحاد السوفيتي. المهم زي ما قلت لك ان المخابرات المصريه كانت بتصدر اشاعات وفي نفس الوقت شغاله، واستمر الوضع ده لحد يوم الحرب وهو يوم 10 رمضان في عز الظهر. وميعاد الحرب 2 الظهر كان غريب جدا، لان الحروب بتكون مع اول ضوء نهار او اخر ضوء نهار. وبالمناسبه يوم 10 رمضان ده كان نفس يوم الغفران عند اليهود، فالبلد بتكون اجازه وبيمارسوش اي عمل او نشاط في اليوم ده. فكل ده كان جزء من خطه الخداع الاستراتيجي اللي بتخوضها المخابرات العامه المصريه تحت اشراف رئيس الجمهوريه بنفسه. ومع بدايه الحرب كانت طبعا اسرائيل عامله خط دفاعي اسمه خط بارليف، وخط بارليف ده هو اكبر واقوى خط دفاعي في العالم، وده بشهاده كل العسكريين. والخط ده عباره عن 4 حاجات. اول حاجه وهي قناه السويس،
فاسرائيل عملت انابيب نابالم. الانابيب دي حطتها اسرائيل في قناه السويس علشان الجيش المصري لو عبر قناه السويس فاسرائيل هتفتح الانابيب دي وتخلي القناه بالكامل مشتعله بالنار لايام. ودي اول حاجه. تاني حاجه وهي الستر الترابي، وده عباره عن سد من التراب عالي جدا بزاويه ميل ما تخليش الجيش المصري يقدر يطلع على السد، خصوصا لو شايل معدات تقيله. غير ان كمان السد ده عليه ابراج دفاع قويه جدا. وبعد السد هتلاقي خط دفاعي من الدبابات عشان الجيش المصري لو قدر يعدي القناه والسد الترابي فهيلاقي الدبابات متمركزه في اماكنهم ومستنياهم. ولو قدر الجيش المصري يعدي كل ده فهيلاقي اسرائيل حاطه خط من المدفعيه والدبابات. انا بكلمك ان بعد كل ده انت لسه ما شفتش الجيش الاسرائيلي، فبعد كل ده القوه الاساسيه للجيش الاسرائيلي واقفه ورا الحصون دي كلها ومستنياه. لكن يوم 6 اكتوبر يجي والساعه 2 الظهر يتفاجئ الجيش الاسرائيلي بضربه جويه من الطيران المصري على النقاط المهمه والمحصنه في خط بارليف. والطيران المصري قدر يسبب خسائر كبيره جدا في صفوف الجيش الاسرائيلي. وفي نفس الوقت بتتحرك قوات المشاة في القوارب وتنجح انها تعبر القناه وتوصل للستر الترابي. وده بعد ما نجحت القوات الضفادع البشريه انهم يعطلوا انابيب النابالم الموجوده في قناه السويس. فالجيش المصري عدى قناه السويس ووصل للستر الترابي ورصوا سلالم الحبال على الستر الترابي وقدروا يعدوا الستر الترابي ده بمعداتهم. وفي الوقت ده وصل المهندسين العسكريين لمضخات الميه اللي قلت لك عنها في اول الحلقه. المهم انهم جابوا مضخات الميه دي وبداوا يعملوا فتحات في الستر الترابي عشان القوات الثقيله تعدي. وبالفعل قدروا يعملوا ممرات في الستر الترابي وعدت القوات الثقيله من دبابات ومدرعات ومدفعيه للناحيه الثانيه في سيناء. فالجيش المصري دمر خط بارليف بالكامل وقدر كمان يسيطر على بعض المواقع الاستراتيجيه لاسرائيل في سيناء، وده خلال ايام 6 و7 من شهر اكتوبر. وفي يوم 8 اكتوبر بدات اسرائيل تستوعب الصدمه وبدات تستدعي قوات الاحتياط، فبدات تجهز عشان ترد على الجيش المصري. لكن اسرائيل ما قدرتش تقاوم بامكانياتها ودباباتها الحديثه في الوقت ده، لان تم تدمير مئات الدبابات من الجيش الاسرائيلي والاف الجنود الاسرائيليين تم قتلهم. وبالنسبه للطيران الاسرائيلي فاسرائيل ما قدرتش تستخدمه لان القوات المصريه كانت محميه بمظلات الدفاع الجوي المصري. فاي طياره اسرائيليه هتخش المجال الجوي ده هيتم ضربها. حتى اسرائيل حاولت تنفذ ضربه جويه على مدينه بورسعيد، لكن الدفاع الجوي المصري قدر انه يتصدى ليهم ووقع على اسرائيل 15 طياره في يوم واحد. فاسرائيل ما بقتش عارفه تتعامل لا على الارض ولا في الجو، فتعمل ايه؟ تروح لامريكا. فامريكا بدات تبعت لاسرائيل اسطول من الطيارات العملاقه عوضت فيه اسرائيل عن كل الخسائر اللي تعرضت لها اسرائيل، ومدوهم كمان بالاسلحه والامكانيات العاليه والقويه من امريكا. ده حتى امريكا مدت اسرائيل بالاسلحه اللي بيستخدمها الجيش الامريكي بنفسه. فامريكا عوضت اسرائيل عن كل الخسائر اللي خسرتها في الحرب لحد دلوقتي. لكن بالمقابل الجيش المصري لو طياره او دبابه او معده من معداته اتدمرت فمصر ما كانتش بتقدر تجيب لها بديل. لكن بالرغم من كل الامدادات اللي جت لاسرائيل فالجيش الاسرائيلي ما قدرش انه ينفذ هجوم مضاد ضد الجيش المصري. لكن الرئيس انور السادات خد قرار انه يخرج قوات الجيش المصري خارج مصادر الدفاع الجوي علشان يهاجم اسرائيل ويخفف الضغط عن سوريا. طبعا القرار ده كان قرار خاطئ عسكريا لكنه قرار سياسي، وده زي ما قال الرئيس السادات. لكن بسبب القرار ده حصلت الثغره اللي بسببها بيتقال ان الجيش المصري اتهزم في حرب اكتوبر، وهي ثغره الدفرسوار. وده بعد ما طيارات التجسس الامريكي رصدت نقطه فاصله بين الجيش الثاني والجيش الثالث، واللي بتمثل ثغره تقدر من خلال القوات الاسرائيليه انها تمر من خلالها وتوصل للضفه الغربيه. فاسرائيل بدات تشتغل على الثغره دي، والجيش الاسرائيلي دفع بنخبه قواته واسلحته ناحيه الفرقه 16 المصريه، ودي فرقه مشاة. والقوات الاسرائيليه اللي هتهاجم الفرقه 16 التابعه للقوات المصريه كانت قوات مدرعه، فطبعا فرقه المدرعه اقوى بكتير من فرقه المشاة. لكن فرقه المشاة المصريه تصدم فرقه المدرعه الاسرائيليه برد عنيف جدا، وتبدا اسرائيل تعد خسائر كبيره من الفرقه 16 المصريه. فالفرقه 16 دمرت للجيش الاسرائيلي 160 دبابه، لكن بسبب الامدادات الكبيره اللي جت لاسرائيل من امريكا، وطبعا مفيش امدادات للفرقه 16 المصريه زي اسرائيل، فاضطرت الفرقه 16 انها تتراجع كام كيلو عشان ما يفقدوش قوتهم. وبالفعل تم تمويلهم ورجعوا تاني للقوات الاسرائيليه وسببوا لهم خسائر كبيره جدا في صفوفهم اللي امريكا بتحارب معاهم بشكل مباشر. بعد كده كان في معركه تانيه في الحرب وكانت في المزرعه الصينيه، وقدرت القوات المصريه انها تدمر القوات الاسرائيليه في المزرعه الصينيه دي، وده عن طريق الفرقه 16 المصريه. وفي نفس الوقت الدعم لسه شغال لاسرائيل من امريكا، ووصل الدعم لاسرائيل في المزرعه الصينيه وبعت لهم اللواء مسلط عشان ينقذهم. لكن برضو القوات الاسرائيليه ما قدرتش تعمل حاجه مع الفرقه 16، فاضطرت انها تبعت او تدفع بالقوه الضريبه للمدرعات بتاعتها عشان تنقذ اللي اتبقى من القوات الاسرائيليه في المزرعه الصينيه. فترتب على كده ان الفرقه 16 رجعت للخلف، وده كان تراجع تكتيكي عشان تحافظ على قوتها. ومن هنا قدرت
قدرت القوات الاسرائيليه انها توصل لقناه السويس وعملت جسر كبير. الجسر ده خدته من امريكا عشان تعدي القوات الاسرائيليه الناحيه الثانيه من القناه، وقدر يعدي حوالي 300 دبابه اسرائيليه. وفي نفس الوقت ده لسه ما كانتش القياده المصريه تعرف حاجه، لكن كل اللي كانت تعرفه ان في قوات مظلات وحوالي من 7 ل 10 دبابات اسرائيليه عبرت قناه السويس. ومن هنا اجتمعت القياده العسكريه عشان يحط خطه لتصفيه الثغره. لكن اختلف المشير احمد اسماعيل وزير الدفاع مع الفريق سعد الدين الشاذلي على طريقه تصفيه الثغره. فكان الاختلاف هل هيسحبوا القوات المصريه ويناوروا الفرقه الاسرائيليه ولا هيقاوموا. ففي الاخر تم عرض الموقف على رئيس انور السادات، وخد القرار ان ما يتمش سحب القوات المصريه عشان ده هيأثر على الجيش المصري معنويا وهيفكرهم بنكسه 67 وخطه الانسحاب اللي ترتب عليها استشهاد الجنود المصريين. فكان في رفض تام لسحب القوات المصريه، والفريق سعد الدين الشاذلي كان بيحاول يقنعهم بسحب القوات المصريه، لكن محاولاته فشلت وصدر القرار ان القوات اللي في الشرق تروح للدفرسوار ويحاوطوا القوات الاسرائيليه علشان يقطعوا الطريق ويمنعوا القوات الاسرائيليه من عبور قناه السويس. والقوات اللي في الغرب هيتم دعمهم بكتيبه صعقه ولواء مظلات ولواء مدرعات علشان يدمروا القوات الاسرائيليه اللي عدت القناه. لكن لازم تعرف حاجه مهمه، ان كل التقديرات اللي بتحطها القياده المصريه مش لازم تكون صحيحه، وده بسبب ضعف الامكانيات في الوقت ده. لكن على العكس الناحيه الثانيه امريكا كانت بتدعم اسرائيل بطيارات استطلاع واقمار صناعيه تصور ارض المعركه، زيهم زي اللي شايفين ماتش شغال لايف، وده باستخدام الRMA اللي كنت كلمتك عنه. وبعد كده قدرت تتعلموا مصر وتعمل مناوره بدر 96. هكون سايب لحضرتك الفيديو في الوصف وتقدر تتفرج عليه براحتك. المهم ان بعد ما اسرائيل قدرت تحصل على معلومات من امريكا عن طريق طيارات التجسس والاقمار الصناعيه، فقدرت تعمل خسائر كبيره للقوات المصريه في الغرب، وترتب على كده ان اسرائيل قدرت تدخل قوات اكتر وصلت لحوالي 900 دبابه جديده داخله الحرب. ال 900 دبابه دول خدتهم اسرائيل من امريكا. المهم عاوزك تركز معايا وتعرف احنا وصلنا لحد فين دلوقتي. القوات المصريه حاليا مسيطره على سيناء باستثناء منطقه الدفرسوار، والعمليات حاليا شغاله في الضفه الغربيه من سيناء، فالشغل كله حاليا في الدفرسوار والاسماعيليه والسويس. المهم ان القوات الاسرائيليه حاولت تدخل الاسماعيليه، فقابلت القوات الخاصه المصريه والقوات المدرعه والمدفعيه اللي عملوا خسائر كبيره للقوات الاسرائيليه واجبروهم انهم ينسحبوا تاني لمنطقه الدفرسوار. ولما القاده الاسرائيليه فشلت انها تخش الاسماعيليه فقرروا انهم يخشوا السويس، وبالفعل القوات الاسرائيليه دخلوا السويس، لكن قابلهم القوات الخاصه المصريه والمقاومه الشعبيه ورجاله الشرطه، وحرفيا بقوا يصطادوهم دبابه دبابه، وده اللي بيتقال عليها حرب شوارع. وحرب الشوارع دي صعبه جدا، فكان بيترمي على القوات الاسرائيليه قنابل من فوق البيوت وفوق الاسطح وانت مش شايف مين اصلا اللي بيضربك. فالجنود الاسرائيليين سووا دباباتهم ونزلوا يجروا في الشوارع. فهي دي حرب الشوارع اللي حاليا شغاله في روسيا واوكرانيا. علشان كده تقدم القوات الروسيه في الحرب بطيء جدا، لان حرب الشوارع دي صعبه جدا على اي جيش. فعشان كده بعد ما مصر نظفت سيناء من الارهابيين، الرئيس السيسي خد قرار انه يحط خطه لاعمار سيناء. فالرئيس السيسي خد قرار انه يوفر لاهل سيناء من مصانع ومزارع واراضي زراعيه ومدارس وكل حاجه عشان تكون حياه مستقره. لكن في نفس الوقت لو حاولت اي قوه خارجيه انها تدخل سيناء فيكون تقدمها بطيء جدا، وفي نفس الوقت تكون القوات المصريه جاهزه انها تقاومهم. المهم نرجع لموضوعنا تاني، ان اهالي سيناء كانوا ضمن ابطال حرب اكتوبر اللي ضربت القوات الاسرائيليه لحد ما القاده الاسرائيليين اصدروا قرار بالهروب العشوائي. وفي نفس الوقت ده امريكا شافت ان القوات الاسرائيليه بيتم تدميرها، فكده الموضوع خرج عن السيطره. فامريكا قامت رفع حاله التاهب في الجيش الامريكي، والجيش الامريكي هدد بالتدخل العسكري المباشر، وبالفعل تم تعبئه القوات الامريكيه وتحركت قطع بحريه امريكيه ناحيه السواحل المصريه. وترتب على كده ان الاتحاد السوفيتي قرر انه يدخل الحرب لو امريكا دخلت الحرب. فالاتحاد السوفيتي قال لو القوات الامريكيه دخلت الحرب فالاتحاد السوفيتي هيتدخل وهيضرب اسرائيل، وكده هتحصل مواجهه مباشره ما بين الاتحاد السوفيتي وامريكا، وممكن يخش حرب مباشره، فالعالم كان هيدخل في حرب عالميه ثالثه. لكن امريكا تراجعت واصدرت قرار من مجلس الامن بوقف اطلاق النار ما بين الطرفين. والوضع دلوقتي ان الثغره اللي عملتها اسرائيل اتحولت كمين على الاسرائيليين، فالقوات الاسرائيليه متحاصره من القوات المصريه. وهنا بقى لازم نوضح عشان البعض بيحاول يقول ان مصر ما انتصرتش في الحرب. المهم الوضع حاليا ان مصر مسيطره على سيناء، لكن الثغره اللي عامله دوشه دي حسمها رئيس السادات لما قال لاسرائيل ان لو ما انسحبتوش هنصفي القوات الاسرائيليه اللي في الثغره بالطيران والمدفعيه. لكن القيادات المصريه ما رضتش تعمل كده عشان تستغل النقطه دي سياسيا لصالح مصر. فانت حاليا موقفك قوي جدا ومحقق انتصارات كبيره ورجعت ارضك ومدمر الجيش الاسرائيلي، فطبيعي ان اي حرب بيتم نهايتها بمفاوضات. فبدانا نتفاوض مع اسرائيل لان كمان امريكا حركت قواتها، وبالفعل كان ممكن يحصل حرب عالميه على ارضنا وتدمر مصر. فكان الطبيعي ان احنا نقبل المفاوضات.
لكن انت بتقبل المفاوضات وانت منتصر وارضك معاك، والقوات الاسرائيليه في سيناء متحاصره، فالحرب انتهت على الوضع ده ومصر انتصرت واسرائيل اتهزمت. واكبر دليل ان اسرائيل اتهزمت ان اللي متبقي من الجيش الاسرائيلي انسحب وتمت محاكمه القاده الاسرائيليين على الهزيمه. لكن طبعا مش هننسى دور الدول العربيه اللي ضغطت على امريكا، وكانت الدول العربيه في نفس الوقت بتمولنا وتساعدنا في الحرب. فاحنا كان لازم نتكلم عن الموضوع ده، لان بيحاول بعضهم ان يحكم على الحرب كلها بمعركه واحده. فالحرب دي عباره عن معارك، فمش معنى ان انت انتصرت في معركه فانت كده انتصرت في الحرب بالكامل. فكان لازم اتكلم عن الموضوع ده لانهم بيستهدفوا الاجيال اللي جايه، وربنا يحفظ مصر والجيش المصري. وبكده اكون خلصت، واتمنى ان اكون شرحت لحضرتك شرح مبسط، ويا رب ننصر مصر. سلام عليكم.